ما ينفعش طبعا يجي العيد من غير ما نعملها. فيديو النهاردة مميز جدا، هنعمل النهاردة الحواوش علشان حبايبي اللي طالبينها مني وهيعملوها في أيام العيد بإضافة مكونين بس هيضاعف الكمية وفي نفس الوقت نتيجة هايلة بنسبة 100%. هخليكي تعملي شوية حواوشي مقرمشين من بره وفي نفس الوقت مستوية وطرية وجوسي من جوه، وبأقل مقادير هنعمل أكبر كمية. يلا بقى بسرعة سجلي، بس قبل ما ندخل على الطريقة والتفاصيل عايزين دعم للقناة بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. مطبخ ياسمين جنيه. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مقاديرنا هتكون على قد نص كيلو من اللحم، عليه حتة ملبسة، ولو ما عندكيش حتة ملبسة هتستخدمي كده حتة من الدهن، هتفرميها في الكب أو هتضيفيها على اللحمة وانتوا بتفرميها. نركن بقى اللحمة على جنب ونحضر بقى مع بعض الخضار. النص كيلو لحمة بياخد حوالي ربع كيلو من الشط ونص كيلو من البصل. قشرته وغسلته وقطعته كده مكعبات صغيرة وهفرمهم كده على مرتين في الكب. هنزل كده بنص كمية البصل ونص كمية الشط، ولو الكبة بتاعتك كبيرة شوية وهتشيل الكمية كلها هتضيفيهم كلهم كده مرة واحدة. وهضيف دلوقتي نص كمية الشط، ولو عندك بقى فلفل احمر او شطة حمرا يا ريت، بس انا بصراحة في الوقت ده ما كانش عندي. بتدي كده نجوم حمرا كده في قلب اللحمة، شكلها بيبقى خطير. يا ريت بقى حبايبي اللي بيسمعوني دلوقتي لو عندكم كده وصفة معينة عايزين تعرفوها بطريقتي ابعتوا وقولولي في الكومنتات، وانا تحت امركم في اي وقت. عملت بقى معاكم قبل كده الحواوشي بأكتر من طريقة، عملتها اسكندراني وعملتها بالقوانص وكانت طعمها ما تقدريش تفرقيه عن طعم اللحم، وعملتها كمان بالبطاطس، وكمان عملتها بالبيض. والطريقة بقى اللي أنا بعملها معاكم دلوقتي دي الطريقة المعتمدة بالنسبة لي، اللي دايما بعمل بيها الحواوش واللي طعمها دايما بتميز بيه. يعني هخليكي تعملي شوية حواوشي ريحتهم هتجيب آخر الشارع. بعد بقى ما فرمت البصل والشطة فرم ناعم بالشكل ده هنزل بقى بيه كده على اللحم، هنزل كل الكمية على اللحم. بعد كده بقى نحضر التوابل اللي هنضيفها. أول حاجة هنضيف الملح، بعد كده هنضيف معلقة من بهار الحواوش بتجيبيه جاهز كده من عند العطار، ومعلقة صغيرة من البهار المشكل فلفل وكمون وكزبرة، ومعلقة صغيرة بهار لحم، ومكعب مرق وده اختيار، ومعلقة صغيرة من التوم البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البصل البودر. دلوقتي بقى ما فاضلش غير مكونين اتنين وهما العامل الأساسي في نجاح الحواوشي بتاعتنا، وهما اللي هيزودولي الكمية. الشطة مع البصل بتبدأ تنزل سوائل. هضيف 3 معالق من الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. الدقيق بيربط كل المكونات مع بعضها وبيمتص نسبة السوائل اللي بتنزل من الخضار، والبيكنج باودر بيديلها هشاش. وهقلبهم كويس لما يندمجوا كلهم مع بعضها وتبقى كلها كده عجينة واحد. جربيها بقى بالطريقة دي وهتدعيلي. يا ريت بقى ما نكسلش كده ونستسهل ونشتريها من بره، لانها هي بتبقى جاية مفرومة كده مش عارفين مصدرها ايه ولا ضامنين نضافتها. هدخلها بقى التلاجة ونحضر بقى مع بعض العيش. عيش بلدي عادي خالص من الفرن، هعمل لها فتحة على قد ما هدخل الحشوة بس، وهتضيفي بقى الكمية اللي تناسب. تقدري بقى تتحكمي فيها، عايزة تزودي أو تقللي، بس أنا بحبها معقولة كده شوية، لا هي اللي كتيرة ولا هي اللي قليلة. وممكن بقى أقولك على فكرة كده بعملها كده عندي على طول في البيت. طبعا احنا بنيجي نقطع اللحمة الجزار بيبقى قاطع لنا كده ومكمل الميزان بحتة ملبسة، وممكن الولاد ما يرضوش ياكلوها، فانت بدل ما تسويها وترجعي ترميها ممكن تحتفظي بيها في التلاجة لحد ما تجمعي كده بقى حبة حلوين. والوقت اللي هيجي عليكم ومحتارة تعملي لهم أكل إيه هتخرجيها كده من الفريزر وتفرميها وتعملي لهم بيه حواوش. واللحمة الملبسة دي بقى هي المفضلة جدا للحواوش، بتبقى طالعة كده نتيجتها حلوة جدا. بعد بقى ما تنتهي من تحضيرها ممكن تجمعيهم كده وتغطيهم بكيس تلاجة وتحفظيهم كده على شبكة التلاجة. وقبل تحضير الأكل بنص ساعة أو ساعة إلا ربع تولعي الفرن بقى وتبدأي تسويها. الكلام ده بقى لو انت محضراها من بدري.
فأنا بقى نظرا لظروف الصحية الفترة اللي أنا ببقى فيها بقمة نشاطي بتبقى الصبح. بحضر بقى كل حاجة الصبح علشان وقت ما يجي ميعاد الغدا يبقى مفيش غير التسوية وأكون سهلتها على نفسي. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. يا رب أكون بقى ما طولتش عليه. لو وصلت بقى معايا لحد هنا يا ريت ما ننساش نذكر الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودايما نحمد ربنا ونشكره على فضله ونعمه عليه. بس نعمل حسابنا واحنا بنعبي العيش ان احنا ما نزودش الكمية اوي، لان هي لما بتخش تستوي الدقيق مع البيكنج باودر مع الاضافات اللي ضفناها بتزيد في قلب الرغيف، وبكده بنعمل كمية اكبر من نص كيلو بس. الكمية بتبقى اللهم بارك حلوة جدا، يعني النص كيلو هيعمل معاك حوالي 12 رغيف. شوفي بقى يا ست الكل بتشتري الرغيف بكام. لو هتحسبيها بالورق والقلم هتلاقي طبعا انت الكسبانة، وهتشوف انت وفرت قد ايه. ده غير كمان ان انت عاملة حاجة في البيت وضامنة نظافتها علشان خاطر صحة ولاد. قبل بقى ما ببدأ ارصهم في الصينية بكون مولعة الفرن يسخن في الصينية كده بقى، واضيف حبة زيت حلوين واحاول اغمس الرغيف من فوق ومن تحت. ولو هتسويهم بقى بطريقة صح هتحط الصينية على قاع الفرن من تحت من غير الصاجة خالص، منه كده للفرن على طول على الصاجة اللي في أرضية الفرن نفسه، ودرجة الحرارة بتكون عالية وأقل كده شوية صغيرين. وأول ما تبدأ تاخد لون نقلبهم على الناحية التانية. طالعة بقى اللهم بارك خطيرة، مقرمشة كده ودايبة من بره وفي نفس الوقت طرية وجوسي من جوه. وبألف هنا على قلوبكم حبايبي، وتعيشوا وتعملوا لهم كل حاجة حلوة يا ست الكل. هضيف بقى حبة زيت كمان وهرص باقي الكمية وادخلها الفرن بنفس الطريقة اللي سوينا بيها من قبل كده. طبعا لسه سخنة، وأول ما تهدى شوية هوريها لكم. هرص بقى باقي الكمية وادخلها الفرن بنفس الطريقة اللي سويت بيها. ما بحتاجش اولع الشواية خالص، بولع الفرن من تحت بس. وزي ما انتوا شايفين كده بحاول اغمس الرغيف بالزيت واقلبه على الناحية التانية. في الوقت بقى اللي هنشوف فيه الحواوشي انا ما قفلتش الصوت علشان اسمعكم قد ايه هشة ومقرمشة. وطبعا لو ما بتحبهاش مقرمشة وعايزاها تكون طرية شوية هتخرجيها بدر عن كده، مش هتسيبيها لما تاخد لون دهبي غامق بالشكل ده. سمعونا بقى القرمشة. ده بقى كان طلب ولاد عايزينها مقرمشة يا أم. يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، يا رب أكون قدمتهولكم بطريقة تليق بيكم وتعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو أول مرة تشوفوني ده مطبخ ياسمين جنين. سلام يا أجمل متابعين.